فضيحه كبيره كتهز الكره الافريقيه. الكاف تفرض عقوبات ثقيله على المغرب والسنغال بعد النهائي والغرامه بالملايين. شنو وقع وشكون اللي غلط؟ واش المغرب كان ضحيه ولا شريك في هذا المشكل؟ خليك معنا حيت التفاصيل الصادمه اللي غادي تسمعها في هذا الفيديو. وقبل ما نبداو اخي كنتمنى تدعمنا بواحد اللايك واشترك في القناه باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركه الله. نهائي الكأس إفريقيا بين المغرب والسنغال كان واحد من أكثر النهائيات توترا في التاريخ. لقطات جدلية، احتجاجات ومشاكل مع الحكام، جمهور غاضب واللاعبين معصبين بزاف، وهذا الشيء كامل خلى الكاف تدخل بقوة وتفرض عقوبات ماشي بسيطة. خلينا نكونوا واضحين، المغرب تعاقب ولكن ماشي بحال اللي روجوا ليه شي وحدين. اللاعب أشرف حكيمي توقف 2 ديال المباريات، إسماعيل الصابري توقف 3 ديال المباريات وغرامة مالية حوالي 100,000 دولار، والجامعة الملكية 200,000 دولار و100,000 دولار بسبب دخول اللاعبين والطاقم لمنطقة الفار، 15,000 دولار بسبب استعمال الليزر من طرف الجمهور. المجموع الغرامات تقريبا أكثر من 300,000 دولار. وهنا المفاجأة اللي قليل اللي هضر عليها في الإعلام، السنغال كذلك تعاقبت أكثر من المغرب. المدرب ديال السنغال توقف 5 ديال المباريات وغرامة 100,000 دولار. اللاعبين الكبار توقف 2 ديال المباريات لكل لاعب بسبب التصرفات الغير رياضيه. الاتحاد السنغالي غرامه حوالي 600,000 دولار بسبب سلوك الجمهور واللاعبين. يعني السنغال خلصت اكثر من المغرب. ولكن الخوت واش بطبيعه الحال حنا نسهلوا هذا الشيء اللي وقع علينا؟ كان على الحكم أن يتخذ إجراءات ضد اللاعبين الذين تدخلوا معه عند تقنية الفار واللاعبين الذين أحاطوا به وتدخلوا في قراراته. كان يجب أن يشهر في وجوههم بطاقات حمراء. كون هؤلاء اللاعبين عوقبوا بمباراتين فقط بدعوى الإساءة لسمعة اللعبة فهذا لا يعد شيئا يذكر. فإذا حصل لاعب على إنذار ثم إنذار ثان أو بطاقة حمراء فإنه يعاقب بمباراتين. يبدو أن الناس ينسون أن المدرب هو الشخص الذي ينظر إليه الجميع، كل الأطفال ينظرون إليه. والآن يقول الجميع إذا كان هذا هو أسلوب تعامل الاتحاد الإفريقي فماذا تتوقعون؟ هذا أمر خاطئ تماما. لقد حاول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جاهدا تحسين صورته، وعندما نأخذ بعين الاعتبار أن الفريق الفائز حصل على 10 ملايين دولار والفريق الخاسر حصل على 4 ملايين دولار ثم تفرض غرامة قدرها 300,000 دولار فقط، فأرى أن هذا لا شيء يذكر. بالنسبة لي لو كنت حاضرا لكنت قد طالبت بعقوبة لا تقل عن الإيقاف لمدة 6 أشهر عن أي مشاركة في كرة القدم تحت أي ظرف. كونه الآن يملك فرصة الذهاب إلى كأس العالم هو أمر خاطئ تماما. هذا يبعث برسالة خاطئة مفادها أن الاتحاد الإفريقي الكاف ليس صارما بما يكفي، وأنا أخالف كليا ما قاموا به. أعتقد أن السيدة التي ترأست اللجنة وهي من كينيا كان لديها خيار فرض غرامة شديدة جدا ومحاولة استعادة صورة الكاف. هذه المنتخبات لعبت تحت لواء الاتحاد الإفريقي وهو الجهاز الوصي على اللعبة الذي يشرف على التنظيم، وقد قام بكل ما يلزم لأجل ذلك. أود أن أوضح أنني لا أبرر سلوك لاعبي المغرب ولا لاعبي السنغال. أرى أن ما قاموا به خاطئ تماما، لكنني أعتقد أن إجراءات أكثر صرامة كان يجب اتخاذها بحق جميع الأطراف المعنية. لا كأس ديناه ومن الفوق تزاد علينا الغرامة وبيلانتي اللي ضيعنا. يعني كنشوف هذا الشيء ماشي لوجيك. لا القجاد هو لا الكراكي خرج بشي تصريح. يعني لحد الآن الخوت ما كاين حتى شي حاجة بأنه ظلمنا حنايا. يعني الكأس مشى ما بقاش غيرجع، وكذلك الغرامات اللي نزلوا علينا. المغرب احتج على بعض الأمور التنظيمية وقال لنا السنغال خالفت القوانين معينة في المباراة ديال النهائي، ولكن الكاف رفضت هذا الاحتجاج رسميا. يعني الكأس بقى عند السنغال وما كان حتى شي تغيير في النتيجة. وهنا بزاف ديال المغاربة حسوا بالحقرة حيت هذه ماشي غير ماتش. هذا الشيء كيبين السياسة الخفية ديال الكرة الإفريقية. الكاف باغا تبقى هي القوية وما بغات حتى منتخب يبدا يتحكم فيها. والمغرب دابا ولا قوة كبيرة في إفريقيا، وهذا الشيء اللي ما عجبش بزاف ديال الناس والأعداء ديال المغرب. طبيعة الحال كاملين اللي شفنا الصحفيين ديالهم كيهاجموا المغرب من الجزائر من مصر وبزاف ديال الدول الاخرين. المهم الخوت ما نخرجوش على السطر، نرجع للموضوع ديالنا. ولكن خليني نقول لك الحقيقه اللي قليل اللي كيقولها، حتى حنا كمغاربه ما خاصناش نلعبوا دور الضحيه بزاف. كان خاص اللاعبين يتكالموا، كان خاص حتى الجميع دير امور باحترافيه، وكان خاص الجمهور يتحكم في الاعصاب ديالو. وخاص صراحه ما شفنا حتى شي ديفو من الجمهور المغربي، بالعكس الجمهور السنغالي
هو اللي نوض الروينه وداك الشيء كامل ديال الشغب اللي شفنا. الكره الخوت ماشي غير اللعب، راه السياسه والسمعه ديال الدوله، وهاد الواقع علمتنا بزاف ديال الحوايج. القوه ماشي غير في الملعب، الاحترافيه كتكون في التصرفات، والكره الافريقيه راه ما فيهاش البراءه. الخلاصه المغرب دابا ولا كبير، وكل كبير كيتحارب، ولكن الكبير الحقيقي هو اللي كيبقى هادئ وسط العاصفه. ولا بغينا نربحوا افريقيا خاصنا نربحوا بالعقليه الكبار، ماشي غير بالاهداف ولكن بالتصرفات الاحترافيه. دابا بغيتكم تجاوبوني بصراحه الخوت، واش كتظن هاد العقوبات غادي تاثر على المنتخب المغربي في المستقبل، ولا غادي تزيد في القوه ديالو؟ في نظرك انت شكون اللي خاصو يتعاقب اكثر، واش المغرب ولا السنغال؟ انا الخوت غنعطي الراي ديالي. بطبيعه الحال انطلاقا من الماتش اللي شفنا والشغب وداك الشيء اللي واقع وداك السيناريو اللي ما فهمنا فيه والو، بطبيعه الحال السنغال كتستاهل هاد العقوبات واكثر. يعني الخوت الكاس مشى ومن الفوق تزاد علينا العقوبات. وإلا عجبك الفيديو عاود شوف مره اخرى وركز في التفاصيل اللي ما لاحظتيش في اول مره، حيت كاينين بزاف ديال الاشارات خفيه على المستقبل الكره المغربيه. خلاصه الخوت هادشي ما فهمنا فيه والو. لا القجع خرج بشي تقرير رسمي، ولا الكراكي خرج بشي حاجه رسميه. لحد الان الخوت ما بيناش شي حاجه، ولكن اكيد ومؤكد ان هاد العقوبات خرجت رسميه. المهم الخوت سال الفيديو ديالنا، درنا هذا المختصر بانه ضيعنا ضربه جزاء وكذلك ضيعنا حتى الكاس، ومن الفوق زادت علينا غرامه. كنتمنى الخوت الى عجبكم الفيديو ما تنساوش واحد اللايك واشترك في القناه وشي تعليق تعطينا الراي ديالك. كان معكم الصوت وحكايه، تهلاو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.